اكتر 3 اسباب بتخسر الناس في البورصه، بتخسرها نص فلوسها وكل فلوسها احيانا. رقم 1 ادمان البورصه لدرجه ان انت تبقى مش قادر تطلع في الاوقات الصح. انت عايز كل يوم الصبح تصحى تبص على الشاشه وتبقى جوه البورصه، وفي اوقات ما ينفعش تبقى موجود في السوق، في اوقات لازم تخرج، وفي اوقات تانية لازم تدخل. الادمان هيخليك داخل 365 يوم في السنه، هتاخد الطلعات وهتاخد الوقعات وهتاخد قسم الظهر وهتاخد كل حاجه. رقم 2 الاعتماد على البورصه كمصدر دخل اساسي، او الاعتماد على البورصه لسد مصاريف اخرى بطريقه مباشره. لان مجرد ان انت يصبح عندك الحاجه ان انت محتاج تطلع فلوس من الموضوع ده، لازم بطريقه شهريه او حتى بطريقه كل شهرين، هتضطر تاخد قرارات غلط تحت الضغط بتاع ان انت مزنوق وعايز تطلع فلوس باي شكل. واللعبه دي اخر حاجه ممكن حد ينجح فيها ان انت بتعملها وانت تحت ضغط. وده رقم 2. رقم 3 ان يبقى عندك ودان، انك تسمع للناس. انا ما بتكلمش على محلل شاطر انت متابع ولا عامل له فولو، ولا جروب واحد شاطر بيديك كلام بطريقه دوريه. بتكلم على العوام، بتكلم على ال 90 80% من الناس اللي هم اصلا خسرانين. يا جماعه المبدا ده مش عارف ليه في صعوبه في استيعابه، رغم ان هو حاجه بمنتهى البساطه. من كل 100 شخص ماشي في الشارع، كم واحد ناجح في الحياه؟ كم واحد مبسوط؟ كم واحد كسبان؟ كم واحد مليونير؟ كم واحد بيكسب من البورصه؟ دايما هتلاقي 1%. فانت ليه بتمشي ورا ال 90 او 99؟ نقي الناس اللي عملت حاجه بطريقه مظبوطه وامشي وراها، ساعتها بس هتلاقي نفسك وصلت ان شاء الله. ولو انت محتاس في البورصه، احنا عاملين لك خدمه كوتشنج، يبقى حد معاك تساله النهارده ايه اللي حصل، ايه الدنيا وقعت، ليه حد يطمنك، حد طبعا فاهم، حد فاهم يشرح لك ليه حصل كذا وليه حصل كذا، تتعلم البورصه خطوه بخطوه. والموضوع ده معمول في 2 بروجرامز. عندنا بروجرام للمبتدئين من الزيرو الميح اللي ما يعرفش ولا حاجه، مجموعه فيديوهات بدأ معاك من تحت الزيرو، زائد كوتشنج شهرين، ودي اسمها كورس رقم 6، كورس البورصه للمبتدئين من الصفر. وعندنا حاجه للمحترفين، انت اصلا بقالك في البورصه فتره وشاطر، مجموعه فيديوهات معقده شويه، زائد كوتشنج او دعم 3 شهور مع الموضوع ده. لو مهتم تشترك في الموضوع ده ابعت رقم 4 اللي هو بتاع المحترفين. لو عايز موضوع المبتدئين تبعت رقم 6 على الواتساب اللي قدامك على الشاشه. مش بنرد على الكومنتات ومش بنشوفها اساسا.